مش دي الاسكندرية اللي مارية وترابها زعفران يا صديقي، ولا دي عروس البحر المتوسط. العروسة خطفها الانجليز ومسحوا بوشها الارض حرفيا. ولا دي الاسكندرية الحقيقية اللي بتذلنا احنا كفلاحين قاهريين، رغم ان المعلومة دي تبان تهريج الا انها صحيحة تاريخيا. والله بطليموس اللي اعتبر الاسكندرية مقرا للحكم وباقي مصر فلاحين يزرعوا وبس. الاسكندرية كانت مقر الثقافة والعلم والفنون، ومقر التجارة والاقتصاد، ومقر الحكم والقصور الملكية، وباقي البلد نفرض عليهم الضرائب ونصرف بس على الإسكندرية. الرومان قسموا مصر إلى 4 فئات: رومان وهم طبعا الحكام، واسكندرانية ويهود وفلاحين. مفيش فئة تانية غير الاسكندرانية. طب انت عارف علشان تكون ابن ناس قوي ومن علية القوم لازم تاخد الجنسية الاسكندرانية؟ ده مش كلام، سيبك من شغل كل بلد وليها جراش الا امبابة وليها مطار. لا فعلا كنت لازم تاخد الجنسية الاسكندرانية. واسمع كده من التاريخ، احد النبلاء كتب خطاب للامبراطور الروماني ترجان يطلب منه منح الجنسية، خد بالك، منح الجنسية الاسكندرانية، أو لغويا أصح نقول منح الجنسية السكندرية، للكاتب الخاص به هربقراط، لأنه كان مصري وما كانش شايف أو إنه ما ينفعش يكون من علية القوم وما يحملش الجنسية الاسكندرانية أو الجنسية السكندرية. رد عليه الإمبراطور ترجان وقال له في خطابه: حيث أني أتبع سياسة الأباطرة السابقين، فإن سياساتي تقتضي بعد التهاون في منح الجنسية السكندرية لأي أحد. يا راجل ده كانت أصعب من الفيزا الشنجي. لكن تفتكر بقولك الكلام ده ليه يا صديقي؟ ده ردا على أحد أصدقائي اللي قلت له سابقا إن كان في اسكندرية أخرى واستعجب من كلامي. ورغم جمال اسكندرية الموجود الآن إلا إن فعلا اسكندرية الأجمل محاها الإنجليز. سنة 1882 ميلادية بتبدأ البوارج البحرية البريطانية 15 سفينة تقف على شط الاسكندرية، كانت كفيلة إن هي تبيد الاسكندرية بالكامل من على وش الأرض. وتعالى أثبت لك، شوف كده الاسكندرية الموجودة في قاع البحر عند قلعة قايتباي، اسكندرية فرعونية. وفاكر ميدان محطة الرمل اللي قلنا كان اسمه ميدان المسلة، اللي كان فيه مسلة كليوباترا اللي كانت من مجموعة بيسموها إبر كليوباترا واللي سافرت لأمريكا، مش عاوز أقول السرايا. طب بص كده على الاسكندرية دي اللي سابها الإنجليز، ده اللي محى وشها من على وش الأرض. شايف كل الدمار ده؟ تخيل مكانه كان فيه إيه من الجمال. حتى ميدان المنشية، ميدان محمد علي باشا اللي انت بتشوفه على قديمه بالجمال والحلاوة والطعامة، ده ما كانش ده. شوف قبل الميدان القديم الموجود كان فيه دمار، تخيل الجمال كان إيه. طب شفت مكتبة الاسكندرية الجميلة القديمة؟ طب شفت القصر القديم ده؟ رغم جمال الاسكندرية الحالي يا صديقي، لكن في اسكندرية كانت موجودة أقدم بكتير وما زالت موجودة، لكن تحت الأرض. الجمال اللي فوق الأرض ده اتمحى من على وش الأرض. حتى قلعة قايتباي اللي كلنا بنزورها دلوقتي مش هي القلعة اللي كانت موجودة، أو هي على أثرها، بس التانية كانت أجمل بكتير. اسكندرية ما كانتش مجرد احتلال من قبل البريطانيين وبس، ده كان مخطط عالمي كبير جدا لتجفيف البحر المتوسط. حتى عروس البحر المتوسط ما كانتش هتبقى عروسة على أي بحر. انت متخيل؟ المخطط يا صديقي كان تجفيف البحر المتوسط بالكامل لتكوين قارة عظمى، أراضي بتمتد إلى مساحة 2 مليون و500 ألف كيلو متر مربع. متخيل يا مان؟ دي خطة أشبه بأفلام الخيال العلمي بدأت في عشرينات القرن الماضي، لأن أوروبا كانت في حاجة ملحة لمزيد من الأراضي بسبب النمو السكاني السريع. اقترح المهندسين بناء سلسلة من السدود العملاقة. أول سد كان عند مضيق جبل طارق، والفكرة بعد بناء السد البحر هيبدأ يفقد المياه بتاعته عن طريق التبخر، بعد منع مياه المحيط الأطلسي طبعا من دخول البحر المتوسط مرة أخرى. كان هيجف بالتدريج. السد ده كان هيكون ارتفاعه 900 متر. السد التاني كان هيكون عند مضيق الدردنال لمنع دخول مياه البحر الأسود. والسد التالت كان بين صقلية وتونس، وده وظيفته تقسيم البحر لنصين، وده هيقلل المية
مية بمقدار 100 متر في الجزء الشرقي وبمقدار 200 متر في الجزء الغربي، علشان الإنجليز كانوا محتاجين يعملوا قارة كبيرة شرحة وبرحة وفيها تكييف ما كانش هيكون موجود على وشها عروس البحر المتوسط، الأسكندرية المارية واللي ترابها زعفران. ورغم جمال الأسكندرية الحالي، لكن كان في عروسة أجمل بكتير جدا محاها الإنجليز. لكن في النهاية يا صديقي، تفتكر مخطط محو اسكندرية من على وش الأرض كان مجرد صدفة كده المحتل داخل على مصر من ناحية اسكندرية، ولا فعلا مخطط مدبر زي مخطط تجفيف البحر المتوسط؟ ممكن سبب قصة المكاري والرجل الملطي، المكاري ده يعني الرجل الحمار اللي راح فيها 238 قتيل، واللي كان سبب الاحتلال البريطاني لمصر بحجة الحفاظ على الرعايا الأجانب من أهل الأسكندرية اللي قتلوهم. عموما يا صديقي، التاريخ فيه كتير، لكن ده برضه ما يمنعش جمال الأسكندرية الحالي، واسكندرية يا دولة يلي كنا بندخلها بجنسية.